بعد 31 سنة من العمل المستمر دون توقف، حجز الصحافي سليمان أصفهاني لنفسه موقع متقدم في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، بعد ما تعاون مع أهم المؤسسات الإعلامية بلبنان والوطن العربي. فمن الإذاعة لإذاعة ميوزك باور كانت الانطلاقة الأولى، وبعدها اتجه نحو الصحافة المكتوبة من خلال مجلات وفاء، تحري، ألوان، فن، خلود، نادين، صابرينا وكل النجوم، وصحف اللواء والكفاح العربي والشرق والاتحاد في أبو ظبي والعرب اليوم. وكانت الخبرة عم بتزيد نضوج مع كل مرحلة رغم ضغوطات مهنته. منكرم اليوم الأفضل بصداقته ومهنيته وشفافيته وحتى معاركه الإعلامية الصحافي اللبناني سليمان أصفهاني. ألف مبروك. بدنا نطلب بليز من السيد مازن النوري سلمو الجايزة رئيس مهرجان أفضل. تعودت كون خلف الكواليس 31 سنة، لأول مرة بكون بالواجهة. كان عندي كلمة شوي قاسية، بس حسب تمنيات فاتن وليال ومازن غيرتها. مع كلمات الفنانين ونجوم العرب عرفت انه نحن مزبوط ضد الإحباط كلبنانيين وكعرب وكسوريين. نحن ضد الإحباط مهما صار فينا من حرب ومن قتل ومن دمار ومن هزات أرضية. ضلينا مستمرين ومثابرين. عن جد عن جد اللي قال عنا انه نحن نشبه طير الفنيق ما كان كذاب ابدا. الله يديم كل الدول العربية، الله يديم كل اشقائنا العرب يضلون موجودين وحاضرين عنا، والله لا يفرقنا عن بعض. وثانك يو.